السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه جديده، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. غادي نشارك معكم بيني اللي كيجي رائع بزاف، كيجي لذيذ سهل في التحضير ديالو، بكميه وافره ما شاء الله. يعني شويه ديال الدقيق كتخرج لينا كميه كثيره تبارك الله ديال هذا البيني، كيجي بنين بزاف ما تشبعوش منه. فنتمنى الوصفه ديال اليوم ولا الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو لي واحد لايك وتبارطاجيوه لي مع الاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كتعرفوهم باش تعم الفائده. وشكرا لكم بزاف، وندوزو لطريقه التحضير ديال الوصفه. في القصريه غادي نديرو 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض اولا الدقيق الفورس. انا عبرت بهذا الكاس هذا، تقدروا تعبروا بالكاس ديال العنبه اولا يعني باي كاس عندكم. فغادي نديرو 3 الكيسان ديال الدقيق اللي غربلناه من قبل، وغادي نديرو بيضه كامله بحراره المطبخ. غادي نديرو ملعقه عامره ديال الخميره ديال العجين، ملعقه ديال السكر سنيده اولا سكر حبيبات. غادي نديرو ساشي ديال السكر ديال الفانيليا، تقدروا ديروا حتى 2 ديال الساشيات ديال السكر الفانيليا، كيعطينا واحد النكهه زوينه في هذا البيني. غادي نديرو شويه ديال الملحه، تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه. وغادي نديرو كاس ديال الحليب اللي تيكون دافي. بالنسبه للحليب غادي نعبروه بالكاس باش عبرنا الدقيق، يعني ضروري نعبروا الحليب بالكاس باش تنعبروا الدقيق. يعني درنا 3 الكيسان ديال الدقيق، فغادي نديروا كاس ديال الحليب اللي تيكون دافي. صافي هنا غادي نخوي شويه ديال الحليب فوق ديك البيضه، وغادي نخلطها شويه. وصافي غادي نبقى نضيف الحليب شويه بشويه حتى كنعجن العجين ديالي. غادي ندير داك الكاس كامل ديال الحليب، غادي نبقى نضيفو غير شويه بشويه وانا كنعجن حتى كندخل كاع داك الحليب في العجين على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. العجينه كتكون شويه خفيفه، ما كتكونش قاصحه. كنعجنوها حتى كنجمعوها، ماشي كندلكوها، غير كنعجنوها واحد شويه. وغادي نضيفو ملعقه كبيره ديال الزبده اللي تتكون بحراره المطبخ. انا درت الزبده ديال العلبه، يعني تقدروا ديروا اي زبده اللي متوفره عندكم، غير ما تكونش الزبده ديال المنغرين. وصافي غادي ندخل الزبده في العجين على هذا الشكل. بالنسبه للعجين كيكون يعني كيتلصق لينا في اليدين، ولكن غير كنعجنوا العجينه ديالنا وكندخلوا ليه هذيك الزبده مزيان وكنخليوه حتى كيخمر. فالعجينه كتكون يعني شاده راسها شويه، ما كتبقاش خفيفه بزاف بحال الاول. انا صافي من بعد ما عجنت العجينه غادي ندير لها شويه ديال الزيت، ندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نغطيوها بالسلوفان وغادي نخليوها حتى كتخمر. باش تخمر لكم العجينه بالزربه، كتدفيو الفران ديالكم وكتدخلوا العجين، يعني كتشعلوا الفران تقريبا غير واحد 30 ثانيه 40 ثانيه، غير كيسخن شويه اولا دقيقه. المهم غير كيتسخن الفران ديالكم غير شويه، وكتدخلوا ليه العجين كتخليوه حتى كيبدا يخمر. وكتعاودوا يعني كيفاش يبرد الفران كتعاودوا تشعلوا عليه، يعني غير كيدفى ثاني 30 ثانيه ولا 20 ثانيه كتطفيو عليه. فالعجينه ديالكم راه بالزربه كتخمر، ما كتاخذش معكم الوقت بزاف. اما اللي عندكم الوقت ديال يعني العجين يخمر لكم على راحته، فراه كتخليوه كياخذ العجين واحد تقريبا واحد 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه باش تيخمر لكم العجين مزيان. صافي هنا كما كتشوفوا معايا العجينه ديالي خرجت من هذاك الهواء اللي تيكون فيها. وصافي كنرشوا السطح العمل بشويه ديال الدقيق الابيض، وغادي نبسطوا العجين بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. غادي نبسطوه شويه، ما غاديش نرققوا العجين بزاف، يعني غادي نخليو العجينه شويه يعني السمك ديالها شويه غليظ. كنرققوا غير شويه ماشي بزاف. كنبقاو نقلبوا العجين باش ما يلتصقش لينا، لان العجينه كما كتشوفوا راه خفيفه شويه. هنا غادي نجيبوا هاد العيبه هذه ديال الكريمه، او يعني تقطعوا نتوما العجين ديالكم اولا البيني ديالكم باش ما بغيتو تقدروا تقطعوها غير بالغلاقه ديال القرعه او اي حاجه اللي متوفره عندكم. غادي ديروا بها اللي بيني ديالكم. انا غادي نقطعهم بهاد سميتو ديال الكريمه. غادي نقطع العجينه ديالي كامله على هاد الشكل بحال هكايا، يعني
الطريقه سهله والبني كيجينا زوين، كيجينا الشكل ديالو زوين، وكيجينا حتى في المذاق رائع بزاف، كيجي لذيذ. والبني راه كيجي يعني سهل في التحضير ديالو، ما كياخذش معنا الوقت في التحضير ديالو، راه بالزربه كنوجدوه. انا كما كتشاهدوا معايا من بعد ما قطعت كاع البني ديالي غادي نحيد داك الباقي ديال العجين اللي تيبقى ليا، غادي نحيدو باش غادي نعاود نعجنو ونديرو في واحد البلاستيكه ونخليوه يعاود يختمر. هنا كما كتشاهدوا معايا كنقطعوا لي بيني ديالنا بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، غادي نديرهم في واحد الصينيه اللي فرشت ليها واحد المنديل، وغادي نحطهم فيه باش غادي يعاودوا يخمروا ليا واحد شويه، ما كياخذوش الوقت في التخمار. المره الثانيه يعني بالزربه تقريبا واحد 2 دقائق ولا 3 ديال الدقائق صافي تيكونوا خمروا وواجدين معانا. هنا العجين اللي بقى ليا تنعاود نعجنو وصافي، غادي نديرو في السلوفان وغادي نعاود نخليه يرتاح تقريبا غير بين ما نحط كاع دوك لي بيني اللي صاوبت، غادي نحطهم في الصينيه ونقادهم ونغطيهم وصافي. كنعاود نبسط العجينه الثانيه ونقادها بنفس الطريقه. هنا من بعد ما قديتهم في الصينيه صافي غادي نغطيهم وغادي نخليهم تقريبا كما قلت لكم واحد 2 دقائق ولا 3 ديال الدقائق صافي. ولا يعني بالزربه تيخمر ليا البيني، ما كياخذش الوقت بزاف. انا من بعد ما خمر ليا البيني ديالي خليته تقريبا واحد 2 ديال الدقائق، كما كتشاهدوا معايا البيني تيولي منفوخ، تيولي يعني خامر. هنا درت الزيت حتى سخن مزيان، عاد غادي نضيفو البيني ديالنا باش نطيبوه. بالنسبه للنار تكون يعني ناقصه شويه، تكون متوسطه، ما تكونش النار مجهده باش البيني ديالكم ما يتخطفش لكم ويطيب لكم من برا ويبقى خضر من الداخل. فكتنقصوا النار وكتخليوه حتى كيطيب على خاطرو، وراه بالزربه كيطيبوا ما كياخذوش الوقت في الطياب ديالهم، دغيا تيطيبوا صافي. هنا كنديرهم في الزيت بهكايا بهذا الشكل، كنعمر المقله ديالي بهذه الطريقه وكنبقى يعني نحركهم ونقلبهم حتى كيتحمروا ليا من كاع الجهات اولا من الجوانب. المهم على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا الطريقه واضحه، وراها بالزربه كيطيبوا كيجيو رائعين بزاف، كيجيو زوينين. والبيني راه ما كيشربش الزيت، كيجي ناشف من الداخل وراه كيجي بنين بزاف، حسن من السفنج ومن اي بيني واحد اخر. كيجي رائع جدا، غير جربوه ما غاديش تندموا عليه، لانه سهل في التحضير ديالو، سهل في التحضير يعني، والمكونات بسيطه، وراه كيجي بنين بزاف. واخا يكون بارد كتاكلوه بحال يعني بحال الا يلاه طايب تيجي زوين. وكيف ما كتشوفوا معايا صافي هنايا كنبقى نحيد دوك البين اللي تيكونوا طايبين ومحمرين، كنبقى نحيدهم وتنبقى نقلب هادوك باش ياخذوا ليا اللوين اولا يطيبوا من الجوانب كاملين. هذا هو البيني ديالي من بعد ما طابوا كيجيو محمرين وكيجيو زوينين بزاف. انا غادي نعاود معكم يعني نطيب وحدين اخرين بنفس الطريقه، غادي نستمر حتى كنطيب كاع البيني ديالي كامل بنفس الطريقه. انا بعد ما طيبتهم كاملين راه ما شاء الله ديك شويه ديال العجين كيعطينا يعني كميه كثيره ما شاء الله ديال البيني، كميه وافره ما شاء الله. صافي هنا من بعد ما طيبتهم كنديرهم في ديك الشبكه باش كتبقى يعني تحيد له داك الزيت اللي كتبقى منه. اما صراحه راه ما تسكنش فيه الزيت، يعني ملي كنهزوه من المقله كيتبقى الزيت يعني ما كتبقاش فيه، ما كيشدش الزيت. صافي هنا غادي نديرو في واحد لوبول على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، غادي ندير له شويه ديال السكر سنيده او يعني سكر حبيبات. تقدروا ديروا نتوما الشوكولا، تقدروا ديروا ليه اي حاجه، انا هنايا درتو غير السكر سنيده فقط. او يعني تقدروا ديروا ليه سكر كلاصي اولا السكر بودر، يعني على حسب نتوما وشنو تتبغيو، اولا الكراميل. يعني اللي درتو مع هاد البنين راه كيجي معاه زوين وكيجي بنين. هنا كنلبسوا ليه داك السكر، وخا درت داك الكميه كامله ديال السكر راه ما غاديش يعني يدار ليا كامل داك السكر في البيني، يعني غير كيدار منه غير واحد شويه اللي كيتلبس ليا في البيني صافي. انا غادي نجيب هاد العويدات هادو غادي نبقى نديرهم على هاد الشكل بحال الشكل ديال القضبان هكا. يعني بالنسبه للطريقه يعني طريقه التقديم تقدروا تقدموهم هكا غير في الطبيسيل وديروا فوق منهم كما قلت لكم واحد الخطيوط هكا ديال الشوكولا ولا ديال الكراميل اولا هكا يعني ديال السكر بحال هكايا. يعني طريقه التقديم كيف ما بغيتو غادي تحطوهم يعني في الطبيسيل ديالكم تقدموهم بالطريقه اللي بغيتو نتوما. انا هنا غادي نديرهم بهذه الطريقه، كل وحده كندير فيها 5
ديال الحبات. صراحه هاد البني كيجي زوين بزاف، كيجي لذيذ وساهل في التحضير ديالو، راه بالزربه كيوجد، وصراحه كيعجب الدراري الصغار وكيعجب حتى الناس الكبار. انا بعدا كيعجبني بحال هاد البني هذا، كيعجبني بزاف. زوين زوين، المذاق ديالو كيجي لذيذ ودغيا كنصايبوه. وما شاء الله كما كتشاهدوا معايا راه تيعطينا كميه وافره، يعني 3 الكيسان ديال الدقيق خرجوا لينا ما شاء الله واحد الكميه اللي هي كثيره تبارك الله. انتم كتشوفوا معايا من بعد ما قديتهم كاملين كيجيو على هذا الشكل. المنظر ديالهم كيجي زوين بزاف، كيجيو زوينين في الشكل ديالهم وحتى في المذاق. فنتمنى تجربوه، ان شاء الله غادي يعجبكم لانه يستحق التجربه، كيجي بنين. صراحه كيجي لذيذ بزاف، فنتمنى تجربوه ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كيجي ما شاء الله زوين بزاف. وكان هذا هو الاقتراح ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش تبارطاجيو لي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم مع الحباب ديالكم باش تعم الفائده، وتخليو لي واحد الاشتراك الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي، ولايك الفيديو الا عجبكم. وشكرا لكم بزاف. غادي نقطع لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. راه كيجي البني اللي هو ناشف من الزيت، ما كتبقاش فيه الزيت نهائيا، تيكون ناشف بزاف. فنتمنى تجربوه، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. تنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، مع السلامه الى الفيديو القادم ان شاء الله.